الا سولتيني على الوفاء غادي نقول لك جماهير الخضراء ولا جماهير حلاله بويز ولا جماهير النادي الرياضي القنيطري. وما يمكنش تكون من المتابعين ديال كرة القدم الوطنية وما كتعرفش النادي الرياضي القنيطري ولا ما كتسمعش الجمهور حلاله بويز. النادي القنيطري واللي كيتعتبر من الانديه المرجعيه ومن اقدم الانديه الوطنيه المغربيه، واللي تاسس في 1938 واللي بسبب سوء التسيير للاسف غرق في الهواة. ما تزابيش وكمل الفيديو حتى الاخر باش تعرف بزاف المعلومات على هذا النادي العريق. 1938 كيتأسس النادي الرياضي القنيطري واللي كيتعتبر من اقدم الفرق الوطنيه. الكاك ربحات البطوله الوطنيه 4 المرات وجوج منها كانوا متابعين 1981 و 1982، وكانت الوصيف ديال البطوله 2 المرات. وفي 1961 الكاك توجد بكاس العرش واللي كانت الوصيف ديالو 3 المرات. ولكن للاسف في 2017 الكاك كطيح للدوزيام سير وكتزيد تغبر وتنسى في 2021 فاش كتنزل للهوات. الكاك عطات بزاف د الاساطير للكره الوطنيه واللي منهم عسيله خليفه، يوسف شيبو والبوساتي واللي كتعتبر الهداف التاريخي للبطوله الوطنيه. وكتعتبر الكاك من الفرق القليله في العالم اللي ربحات الدوري المحلي بأكثر من 90 نقطه. وكتعتبر الكاك من اكبر الفرق الوطنيه اللي عندها قاعده جماهيريه كبيره بزاف. والجماهير ديال الكاك معروفه باسم حلاله بويز واللي ما خلاو حتى شي مدينه وحتى شي تيران في المغرب ما ديبلاصاوش ليه. وحلاله بويز كتعتبر من افضل لي زيلطراس في المغرب واللي الجمهور ديالها ديما راه التيران خضر وديما مرونه في لامات وتيفويات. وحلاله اول الترا كتدخل الفكره ديال قلب الباش، اول الترا كتحط الاغنيه ديالها في يوتيوب وكتفوت مليون مشاهد. واكثر جروب دار كورتيجات في المغرب ب8 ديال لي كورتيج، 3 في الرباط و3 في سلا وواحد في كازا الوداد وواحد في تطوان، ولا كتعتبر اول كورتيج في المغرب. جمهور كبير ونادي عريق ضاع في الهواة للاسف. وتالنا كيكون الفيديو تسالي ما تنساش خلي اللايك ديالك كتعني بزاف، وما تنساش بارطاجي الفيديو مع صحابك الى عجبك الطريقه. وإلا كنتي اول مره كتشوفني ما تنساش خلي معك واحد المتابعه.